بالقاسم، ولكن تسترجع من المولودية، صعبة من أكرم بوراس، خطيرة لكبري في اعتراض الحكم يخلي اللاعب يتواصل، صعبة الهدف الأول لمولودية الجزائر من أمين مسوسة، يفتتح النتيجة ويلعب الديربي ويلعب مدرجات ملعب 5 جويلية، يشتعل المنعرج الجنوبي، أجواء كبيرة وكبيرة جدا، سيناريو مغاير للشوط الأول من دون مقدمات. مولودية الجزائر تدخل وتفتتح باب التسجيل، الآن سيشتعل الديربي. بن يحيى سعيد بالبدايات، ولكنه يطالب بالمزيد من التركيز، يدرك بأن الديربي لا يلعب في 5 دقائق، لا يلعب في ثواني، لا يلعب في فترة وجيزة، بل هي 90 دقيقة كاملة. هكذا كانت التوزيع من ايجي، ما فيش وضعية تسلل، ما فيش وضعية تسلل، بينية من ايجي في القائمة الثانية من مسوسة انتظر، تدخل أسامة بنبوط، الصد من أسامة، المتابعة من أمين مسوسة، والهدف الأول لمولودية الجزائر. هناك انطلق مسوسة، انطلق زكريا الايجي، زكريا مع موديكو، زكريا موديكو، زكريا ثاني الأهداف لمولودية الجزائر، وجاء آخر مغاير تماما في الشوط الثاني. ماذا فعل بن يحيى في غرف الملابس؟ ماذا غير وأي خطاب؟ هل هذه مولودية الجزائر التي شاهدناها في الشوط الأول؟ أكيد لا 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 لا. بداية جنونية من المولودية، بداية جنونية من المولودية. كيبر يضيف الهدف الثاني، الهدف الثاني للمولودية. سنشاهد كيف سجل الهدف، كيبري مانويل كيف سجل الهدف الثاني للمولودية. أجواء رهيبة ورهيبة في سيناريو مجنون وعجيب هنا في ملعب 5 جويلية، سيناريو عجيب وغريب، لأنه الشوط الأول لم يكن هكذا. زكريا العيجي يوزع، من أعاد الكرة؟ هو حليمية من قدمها، حليمية على الطاير، فعلا حليمية يقدم تمريرة حاسمة لكبري الذي يسجل أول أهدافه بألوان المولودية. في الآن نوع من فقدان التركيز من جانب عناصر فريق الاتحاد. أكرم بوراس، صعبة، بايزيد يضيف الثالث لمولودية الجزائر. أي سيناريو، أي جنون في هذا الديربي. 3-0 في الوقت الذي كنت أذكركم فيه بأثقل النتائج في تاريخ المواجهات، في الوقت الذي كنت أقول لكم بأن المولودية سبق له أن فازت ب4-1 في موسم 85 وفي موسم 68 و3-0 في موسم 63-64. هاي تسجل الآن 3 أهداف مقابل 0 في مرمى الاتحاد، في سيناريو لم يكن ينتظره أحد، لا من أنصار المولودية ولا من أنصار الاتحاد. أشد المتفائلين من أنصار المولودية لم يكن ينتظر هذا الثلاثية أمام من؟ أمام الاتحاد، أمام أقوى دفاع في البطولة، الفريق الذي لم يتلقى سوى 3 أهداف في قبل هذه المباراة، يتلقى بعد ذلك 3 أهداف في مباراة واحدة، في سيناريو لم يكن أبدا متوقع.